أعلن المطرب الشعبي المصري إسماعيل الليثي وفاة نجله الوحيد رضا البالغ من العمر 9 سنوات إثر سقوطه من الطابق العاشر. الخبر نزل كالصاعقة على أصدقاء الفنان ومتابعيه، خاصة أن الليثي كان معروفا باصطحاب ابنه معه في معظم حفلاته بسبب علاقتهما الوطيدة. وحسب مصدر مقرب، كان الطفل يقيم مع جدته لوالده بإحدى المناطق الشعبية في القاهرة، حيث سقط أثناء لهوه على سطح العقار. الطفل الذي كان يعاني من فرط الحركة فقد توازنه ليسقط من الطابق العاشر ويرتطم بجهاز تكييف في الطابق التاسع قبل أن يفارق الحياة فوراً. وعلى الرغم من نقله إلى المستشفى على وجه السرعة، أكد الأطباء وفاته. تلقى إسماعيل الليثي تعازي عدد من الفنانين والمطربين في الوسط الفني، من بينهم حسن شاكوش، عمر كمال، حمو بيكا، والمطربة بوسي. جدير بالذكر أن إسماعيل الليثي اشتهر بتقديم أغنيات ناجحة لمسلسلات شهيرة مثل ابن حلال، الأسطورة، جعفر العمدة، والنمر.